خلينا افكرك ان الصنف ده كلنا ما بنستغناش عنه، خصوصا ايام الدراسة. هنعمل النهاردة ميني بيتزا باسهل عجينة هتشوفيها، وهتحطي الحشوة الموجودة عندك والمتاحة، وهنعمل كمان الصلصة المميزة بدون اي مواد حافظة. يلا نبدأ وصفتنا ونسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه يا ست الكل هقولك طريقتي في عمل الصلصه، ممكن تعجبك. انا معايا نص كيلو من الطماطم مغسول ومتشال منه القمع بتاعها ومقطعه انصاف. حطيته في حله وعليه ربع كوبايه من الميه، وهغطيها واسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي تماما وتتاكدي ان القشره بتاعتها بدات ان هي تتهري، بس طبعا على نار متوسطه علشان ما تشطش. في الخلاط او في الهاند بلندر تطحنيهم بدون اضافه اي ميه وتصفيها. ما شاء الله، ده القشر اللي طلع من كميه الطماطم يعتبر يعني حاجه بسيطه خالص. هاخد بعد كده الصلصه اللي انا عملتها وارجعها تاني الحله اللي سلقتها فيها، وهحط عليها نص معلقه صغيره بس من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، ومش هضيف بقى اي مواد حافظه ولا صلصه معلبه ولا اي حاجه. وهحطها على نار متوسطه مع التقليب لحد ما تتقل وتبخر كل الميه الزياده اللي فيها، وكده يبقى معاكي صلصه طماطم طبيعيه بدون اي مواد حافظه. هننقلها على طول في طبق، وخلي بالك وانتي بتحطيها على النار، خلي بالك هتعمل بقبقه شديده وطرطشه، فحاولي ان انتي تغطيها بس توربي الغطا علشان البخار ما ينزلش تاني ويزودها ميه. نقلتها على طول في طبق، وهبدأ ان انا اتبلها بمعلقه من صغيره من الملح، توم بودره، بصل بودره، بابريكا مدخنه بتبقى روعه، نص معلقه بس من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الزعتر الناشف، ولو حابين معلقه صغيره من زيت الزيتون، لو مش حابين خلاص. كده معاكي احلى واسهل صلصه بيتزا. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها خطير. احنا هنستخدمها في وصفه النهارده لما تبرد، والباقي تقدروا تعينوه في علبه او في برطمان في الفريزر لما تعملوا بيتزا تطلعوها. هنحتاج بقى للعجينة كوباية من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة ممسوحة من الخميرة الفورية. الظرف ده 10 جرام، أخدت منه نصه 5 جرام خميرة لأن الظرف هيبقى كتير قوي على كمية الدقيق. معايا كمان 4 أكواب من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات اللي أنا مستخدماه النهاردة. نزلت عليه بشوية من الملح صغيرين، رشة ملح، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة ممسوحة، ومعلقة صغيرة من البصل البودرة ممسوحة. دي تتبيلة العجينة بتخليها خرافية، وبجد بجد تتاكل حاف. عليهم كمان 4 معالق كبار من الزيت، أي نوع زيت عندك. 4 معالق كبار من الزيت، يعني على كل كوباية دقيق معلقة كبيرة من الزيت. وأنا بحب أحط قوي في عجينة البيتزا زبدية، مش بحط حليب بودر، ومش بحط حاجة تاني. بفرك الزيت والزبادي مع الدقيق والتوابل اللي احنا حطيناها، والخميرة هنا كانت فارت وبدأت تعمل فوم. واوعي تضيفي الخميرة على الدقيق غير لما تلاقيها فايرة كده وعاملة فوم، تعرفي ان الخميرة بتاعتك نشطة. هنبدأ ان انا اعجن العجينة بايديا. طبعا انا حطيت كوباية واحدة بس من المية الدافية في الاول، طبعا العجينة هتحتاج سوائل تاني. نزلت عليها بنص كوباية كمان بس بالتدريج، تنزلي المية بالتدريج مع العجن طبعا، عجنة حلوة. وبعدين رشيت كده في الطبق اللي عجنتي فيه شوية من الزيت، وحطيت العجينة وهغطيها تبدأ ان هي ترتاح وتخمر علشان البيتزا بتاعتك تبقى قطنية وطرية وهشة. مدة التخمير بترجع من فصل غير الآخر أو من درجة حرارة البيت. دي بالظبط ما شاء الله قعدت نص ساعة وبقت بالشكل ده، لأن احنا طبعا لسه الجو حر فالعجين بيخمر بسرعة جدا. هاخدها بقى واخرج منها الهواء، وهبدأ ان انا اشكل البيتزا بتاعتك. البيتزا بتاعتنا النهارده هنعمل منها شكلين ان شاء الله. بصوا ما شاء الله قطنيه ازاي، يعني الدقيق ما شاء الله جميع الاستخدامات بيبقى ناجح جدا في كل المعجنات. وعوامل نجاح عجينه البيتزا معاكي حاجتين مهمين جدا: الدقيق يا اما جميع الاستخدامات، يا اما دقيق مخصص للمعجنات والمخبوزات، والخميره. الاتنين دول هم اللي يطلعوا معاكي احلى بيتزا بامر الله. قسمتها اتنين لان انا قلت لحضراتكم هعمل شكلين يناسبوا الاطفال الصغيرين خالص والاطفال الكبار شويه. فخدت قطعه من العجينه، والعجينه بيبقى فيها نسبه تلزيق بسيطه خالص، مش بتلزق قوي، بسيطه خالص. وما شاء الله بصوا ناعمه جدا وقطنيه، وما استخدمناش فيها حاجات يعني كتير. ده هي شويه دقيق وميه وزبديه لو عندك ضيفيها. ممكن كمان بدل ما تعجني بالميه تعجني بحليب لو حابه. هبدأ ان انا افردها مش رفيعة قوي ان هي تبقى لازقة يعني في الرخامة، ومش سميكة قوي لان طبعا فيها خميرة فلسه هتعلى. وبالمج بتاع الشاي قطعت الدواير بتاعة الميني بيتزا، طبعا كلنا عارفين الشكل ده. والشكل ده بيعمل معاكي ما شاء الله كمية حلوة جدا. ال4 كوبايات دي عملوا معانا يعني النهارده مهرجان البيتزا. فقطعتها بالكوبايه، لو ما عندكش قطعات اعملي زي كده بمج الشاي. وطبعا الزياده دي هلمها وهبدا ان انا اعجنها تاني، بس مش هفردها على طول علشان هتلم معايا زي الاستيك، فهسيبها ترتاح شويه.
اول ما تلمي زياده كده سيبيها ترتاح شويه، بعدين ارجعي افرديها تاني. وبنقلها على طول في صواني مدهونه بمسحه زيت صغيره. انا بوريكم بس السمك بتاعها، ما تحاولوش ان انتوا تتخنوه قوي علشان ما تقبش تبقى شبه الكايزر، وفي نفس الوقت ما ترققوهاش قوي، خلوها متوسطه يعني، خير الامور الوسط. رصيتها في الصواني وبسيب بينها وبين اختها مسافات علشان ما تنفش شويه، ما تلزقش ببعضها وتبقى شكلها حلو. ولازم نعمل عليها فتحات كده بالشوكة علشان ما تقبش وتوقع الحشوة اللي احنا هنحطها عليها. تمام، لغايه كده الدنيا بسيطه خالص معاكم. وزي ما قلت لكم البدايل، ممكن ان انت بدل انا استخدمت ميه، انت ممكن تستخدمي حليب عادي، وممكن تستغني عن الزبادي. ومثلا لو عندك حليب بودره، حطي معلقتين حليب بودره براحتك، بس جربوا العجينه المتبله بالثوم البودره والبصل البودره، رائع. هنا الصلصه بتاعتنا اللهم بارك ما شاء الله، بصوا لونها خطير، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه، وهتخلي الولاد ما يرموش من البيتزايه الحته الحاف دي، مش هتترمي، لان العجينه طعمها حلو، وفي نفس الوقت الصلصه اللي عاملينها بدون اي مواد حافظه طعمها خطير. هي شويه طماطم عندك في البيت هتعملها بالخطوات اللي شفتيها معايا. طبعا حشو البيتزا بيبقى على حسب امكانياتك، ممكن تحطي جبنه وخضار، انا حطيت على كل واحده كده قطعه واحده من اللانشون والفلفل الاخضر ونص زيتونه وشويه من الجبنه الموتزاريلا، طبعا اساسي معانا. ممكن طبعا تحطي شويه جبنه رومي، وبعدين عبوات الجبنه الموتزاريلا دلوقتي متوفره في عبوات انصاص وارباع. والتوبنج ده بتاع البيتزا بيرجع لك وبيرجع لمقدورتك. ممكن كمان تحطي، لو عايزه مثلا تحطي سوسيس، ممكن تحطي خضار وجبنه وزيتون وبس. وبدات ان انا بقى ايه ادخلها الفرن على الرف الاوسط، الشبكه فوق الارضيه، مش برفعها فوق خالص، ولا الشبكه في النص، فوق الارضيه بتاعه الفرن الشبكه، علشان تاخد لون حلو من تحت. وبتقعد بالظبط 10 دقايق وبتخرجيها علشان ما تنشفش معاكي. دخلت الصينيه اللي خلصتها وبدأ ان انا اعمل الشكل التاني، خدت كوره كده وفردتها، وحشيت الاطراف بتاعتها بشويه من الموتزاريلا، ممكن تحشيها طبعا حشوات انت تفضليها، وقفلت عليها وعملت فيها برضو كده فتحات بالشوكه من النص وشويه من الصلصه. والميزه بقى في الشكل ده ان هو للاطفال الكبار حبتين، علشان بياخد حشوه كتيره شويه وبتبقى مشبع اكتر، لكن الحجم الميني ده بيبقى حلو جدا للحضانه وابتدائي، بيبقى حلو قوي. ما شاء الله الاربع كوبايات دي عملوا معايا الكميه الحلوه دي، اللهم بارك. تقدري ان انت تعملي اكتر من كده وتسويها وتحفظيها في الفريزر زيك بالظبط، كانك عاينه عيش فينو في اكياس. اللهم بارك، 10 دقايق بالظبط وخرجت. زي ما قلت لك التسويه بتاعتها النار تكون حاميه جدا، درجه حراره 200 او 250. الرف اللي فوق الارضيه بتاعت الفرن ما ترفعهاش فوق قوي علشان الجبنه معاكي ما تتحرقش. 10 دقايق وتخرجي الصينيه على طول. بعد ما بتحطي عليها الحشوه بتاعتها ما تسيبهاش ترتاح ولا تخمر ولا حاجه، احنا مريحينها كويس قوي في الاول، وعلى ما بتحطي طبعا الحشوه بتكون هي ارتاحت واختمرت. بصوا ما شاء الله قلبها ما شاء الله زي الفل، وطعمها جميل وريحتها تجنن. بجد لو جربتوا تعملوها في البيت وولادكم دقوها مش هيعجبهم خالص الجاهزه بعد كده. وكميتها حلوه قوي، 4 كوبايات من الدقيق عملوا معانا الكميه الحلوه دي. تقدري تاخدي منه على قد استخدامك، وبعد ما تبرد تماما حطيها في اكياس او في علب محكمه الغلق في الفريزر، تطلعي منها وقت ما تحتاجي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون سهله وبسيطه وتجربوها بطريقتي. وادي كمان محشيه الاطراف شكلها وطعمها خطير. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية بحفظ الله ورعايته.